أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في قناة فضاء خاص. حياكم الله. قبل ما نبدأ ودي أقول لكم إني أشتغل وأتعب عشان أقدم محتوى مميز يليق بذائقتكم ويستاهل وقتكم، وعشان أقدر أستمر وأطور فضلا وليس أمرا لا تنسون تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. وإذا الحلقة أعجبتكم أو حسيتوا إنها أثرت فيكم لا تبخلون علي بتعليق جميل تحت الفيديو. وأي استفسار عندكم أو موضوع ودكم نتكلم عنه مستقبلاً اكتبوه لي في التعليقات وأنا بوعدكم أرد على الجميع. يلا مع بعض نبدأ حلقتنا اليوم. الحب الصادق يا جماعة هو أجمل المشاعر اللي ممكن الإنسان يعيشها. هذا النوع من الحب يكون مليان بالصدق والإخلاص، وتكون فيه القدرة على التضحية بكل شيء حتى راحتك الشخصية عشان تسعد الطرف الثاني وتضمن إنه يكون بأحسن حال ممكن. الشخص اللي يحب بصدق ما يشوف التضحية كعبء، بل يشوفها كفرصة يثبت فيها مشاعره ويأكد للطرف الآخر إنه دائما في ظهره ويدعمه مهما كانت الظروف. تلاقونه مستعد يغير نفسه، وبعض من سلوكياته اللي ممكن تضايق شريكة حياته مو عشان يتغير غصب، لكن عشان يقدر يكون أقرب لها ويفهمها أكثر ويظهر لها جوانب من شخصيته يمكن ما قد لاحظتها من قبل. الحب الحقيقي يخلي الإنسان يسوي أشياء ما كان يتوقع إنه يقدر عليها فقط عشان يشوف ابتسامة رضا من اللي يحبه. تخيلوا الشخص هذا يكون مستعد يقدم تنازلات كبيرة ويتنازل عن راحته وحتى عن رغباته الشخصية، وكل هذا عشان شريكة حياته تكون سعيدة. مو بس كذا، تلاقينه يعرف كل التفاصيل الصغيرة عنك، من الأشياء اللي تحبينها واللي تكرهينها إلى لونك المفضل ومشروبك اللي ما تستغنين عنه، وحتى الفيلم اللي دايم تحبين تشوفينه. الرجل اللي يحب بصدق يحاول دائما يفهم شريكته ويحرص يعرف وش الأشياء اللي تفرحها وتسعدها عشان يقدر يكون سبب في فرحتها بشكل مستمر. إذا لاحظتي إنه يعاملك بطريقة مختلفة تماما عن الكل، فهذا دليل كبير على حبه. معاملته تكون مليانة اهتمام واحترام وعاطفة واضحة تخليك تحسين إنه فعلا يحبك من كل قلبه. إذا كان يحطك أولويته قبل كل شيء ويحرص دايم إنه يهديك أشياء ويقدم لك كل اللي يحتاجه قلبك من دون ما يتوقع منك أي مقابل، فهذا حب صادق. ولو تلاحظين إنه دايم يتكلم عنك في خططه المستقبلية سواء القريبة أو البعيدة، فهذا دليل إنه يشوفك جزء مهم جدا من حياته اللي ما يقدر يتخيلها بدونك. أكثر شيء يميز الحب الصادق هو إنه يخليك تحسين بالأمان والراحة. تلاقينه دايم يبغى يسمع صوتك ويتحدث معك مهما كان موضوع الحديث، ويهتم لأبسط التفاصيل اللي تخصك. الشيء الجميل إنه يحبك مثل ما أنتي، يحب شخصيتك وروحك أكثر من أي شيء ثاني. جمالك الخارجي بالنسبة له المهم، لأن الأهم عنده هو إنك شخص جميل من الداخل. وإذا كان يحبك صدق بيهتم بكلامك مهما كان، سواء كان حديثك عن أشياء رومانسية أو حتى عن مشاعر مزعجة ومواقف يومية عادية، بيجلس يستمع لك بكل تركيز واهتمام، وبيشعرك إن كلامك له قيمة كبيرة عنده. هذا هو الحب الصادق الحقيقي اللي يستحق إن الواحد يعيش عشانه.